هاي قبلت يا حاج. افرح يا عم، اديك كسبت. وفي ايه لما اخليك سمك يا حاج؟ اكسب يا حاج. هو الصاحب ليه عند صاحبه؟ والله ما اعرف، انا صاحبك عشان انت معايا كويس وجدع. لا بجد والله صحيح. هو الواحد عند صاحبه ايه؟ يا علاء، هو الواحد ليه عند صاحبه ايه يا علاء؟ ليه عند صاحبه حاجات كتيرة أهمها إنه يكون وفي، ما يسيبش إيده في وقت شدة ولا يوم يغيب ولا يختفي، والقعدة على القهوة تنقص لو ما جاش دردش معاه ولعب معاه 10 ضمنة طاولة ويكتفي. الصاحب يا عمي ليه عند صاحبه حاجات كتيرة وأهمها إنه يكون أمين، تديله ظهرك يحفظه مش ينهشه ويكون كمين. الصاحب يا عمي يعني واحد جنب واحد يبقوا واحد مش اتنين، وكمان في وقت الحزن يخلق فرحته وينسي قلبه حاجات كتيرة أهمها سنين جرحته، ويدوم معاه لباقي السنين مش يبقى زي السابقين ياخد له فترة ويختفي. الصاحب يا عمي ليه عند صاحبه حاجات كتيرة أهمها يكون وفي. طب وانا مين؟ انت الوفي، انت الوفي واجدع خلق ربي في دنيتي، وليك كمان حب وغلاوة في ذمتي، وكمان مفيش انسان قابلته بيشبهك، وانت اماني وسط الناس وظهري وعزوتي. انت صاحبي الجميل والدنيا دي حظوظ، وانت حظي الجميل ولا كنت بيك محظوظ، وانت يا صاحبي غير اللي قبلك كلهم، والفرق عندي واضح اهو ملحوظ. دايما معايا في اي حاجة تملي كتف في كتف، بتشوف همومي تشيل معايا ما تقولش ابدا خف. كل الشرف علشان قابلت في يوم صديق زيك بيشوف همومي يشيلها ويايا وما يقولش خف. الناس يا صاحبي تزيد صحاب وانا زدت اخ، والناس يا صاحبي بتشتكي غدر الصحاب وانا ما اشتكيتش عشان انت ما كنتش زيهم غدار وفخ. يكفيني ان لما سيرتي بتيجي مش بتعيب، ويكفيني انك مهما حصل ما بينا مش بتخيب، ويكفيني انك يا صاحبي غير اللي قبلك كلهم، وانك وفي وانا بيك مكتفي يا صاحبي الوفي. عرفت يا عم عصام؟